السلام عليكم. بزاف ديال الناس كيظنوا بان العلاج من الوسواس القهري او اختلال الانية امر مستحيل، وانهم ما غاديش يتعالجوا مهما تبعوا الطرق. وهذا الشيء فكرة خاطئة او فكرة مغلوطة، لان دوام الحال من المحال. والله سبحانه وتعالى فيه كل خير. والله سبحانه وتعالى ما انزل الداء الا انزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لذا على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويتقي الله ويثق في ربه، وإن شاء الله سوف يأتي العلاج. كم من أناس كانوا مرضى وأنتجوا، وكم من أناس تعالجوا، الكثير والكثير والكثير. فقط يجب عليك أن توقن وأن تظن أن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق ذلك المرض الذي أنت تعانيه. يجب عليك أن توقن. فالإنسان يقع في مشكلة عندما يطلب من الله الشفاء من مرض ما، سواء كان الوسواس أو أي مرض آخر نفسي أو عضوي. فهو حينما يطلب العلاج من عند الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك العلاج مضاهي لقدرة الله، يقول كيف سيعالجني الله؟ وهذا شيء من الشرك، لأنه يستضعف قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان عندما يطلب من الله سبحانه وتعالى العلاج أن يظن أن قدرة الله، وأن يوقن أن قدرة الله فوق ذلك المرض. وانتظروا فيديوهات كثيرة جدا سوف أنزلها في القناة في هذه الأيام الآتية إن شاء الله. واسمحوا لي على الغياب، لذلك كانت ظروف طارئة. والسلام عليكم ورحمة الله.